بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم صالحة. إن شاء الله غادي نبقى نتكلم بتقديم الحلقات وتهيئ مواضيع وطرحها على شكل تساؤلات على الأستاذة غزلان باش يكون تفاعل أكثر وناخذ جميع أكبر عدد من المعلومات. والأهم من هذا كيف ما قلنا هو كيفية التعامل مع المعلومة وتطبيقها على ذاتنا. هذا هو الاهم في هذه الحلقه هذه. كما سبقنا وقلنا راه عندنا بزاف د المعلومات، ولكن ديك المعلومه عندي في راسي، لكن كي ندير نحطها على راسي وعلى ارض الواقع. وهذا الشيء علاش حنايا هنايا ان شاء الله باذن الله، وهذا هو الهدف من هذه الحلقات ومن قناه زكيه. مرحبا بك استاذه غزلان. بارك الله فيك. اليوم ان شاء الله وكيف ما قلنا غادي يكون عندنا تسلسل. نعم. اي حاجه عندها واحد التسلسل. حنا التسلسل ديالنا هو بدينا كيفاش نحسنوا في العلاقه ديالنا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. هضرتي لنا على الصلاه، هضرتي لنا باللي حنا اللي محتاجين الصلاه، ماشي ربي سبحانه وتعالى محتاج لنا باش نصليو له، لكن حنا اللي محتاجين الصلاه باش نرتاحوا فيها. نعم. وباش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ارحنا بها يا بلال. تماما. ما شاء الله عليك. هل هذا كافي يا استاذه غزلان؟ كافي انني نصلي في الوقت، نتخشع في صلاتي، نكون مزيانه مع ربي غير في الصلاه هكا؟ واش هذا كافي؟ هي شوف، بديتي بواحد النقطه زوينه اللي ربما ما هضرناش عليها في المره اللي دازت. هو ان هضرنا على اهميه الصلاه، وان الحمد لله فيها الراحه النفسيه منها تجي. لما كانتش الصلاه دونك كاين اضطراب نفسي مليون في المية. غير هو اي حاجه تتبدا ماشي من الدقه الاولى غادي توصلي للنتيجه 100%. إلا كنتي ناوي سنين وانتينا مثلا واخده الفكره انه فرض بحال واحد الحاجه ثقيله عليك فوقاش ديريها وتهناي، فهمتي؟ الوغ دابا لا، غادي تقلبي فكره اخرى انني لا نديرها باش نرتاح وفريمون توصلي لذاك المرحله د الراحه في وسط الصلاه، انك ناسيه الدنيا، ناسيه طنجره ولادك، فهمتي؟ تاخذ منا واحد الوقت. ما يمكنش من النهار الاول غادي توصل الخشوع به فيه. كنتي في السماء وكنتي في قاع الارض تطلعي لعلالي السماء، ما يمكنش. اي حاجه غندير ناخذوها لاول مره ولا بطريقه جديده. راه واخا مثلا كتكوني كطيبي واحد الطنجره ديال شي حاجه، نعم. دائما كطيبيها بواحد الطريقه، غتمشي غير عند شي واحد نفس الحاجه، ولكن غتصعب عليك شويه كيفاش ديري الطيبه. نعم. يعني نفس الصلاه دابا، ولكن غناخذوها قلنا بديك التقرب من الله وبفكره واحده اخرى. راه شي شويه صعيبه في الاول. ضروري تكون واحد الصعوبه. وانما انا تنامن بحاجه اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات. مهما بديتي تنوي انك باغا تبدلي النظره ديالك للصلاه، ان شاء الله ربي غادي يعاونك ان شاء الله. ربما داك المسافه اللي تاخذ وقت عند واحد اخر تقصر عندك على حسب نيتك. هنا غادي يكون الاختلاف في التطبيق على حسب نيه كل واحد. نيتك فريمون ديال المعلومه الحمد لله زوينه، وبغيت بغيت نحس بديك الراحه في الصلاه، داك الشغف ديالك وداك الرغبه ديالك في انها تحقق لك، على حساب قداش هي اجي النتيجه في اقرب وقت. وان شاء الله نكونوا كنا عندنا واحد النيه قويه وواحد الرغبه قويه، وبالتالي نوصلوا للنتيجه في اسرع وقت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربي اللي تيوفق، داكشي توفيق من الله. وانما ماشي الحاجه الوحيده. اذا ما كاينش حاجه وحده اللي غادي تصلح لي ديني كله. شوف شحال هادي كنت سمعت واحد الشيخ قال واحد الهضره صراحه الله هي راه اساس خصنا نديوه في راسنا، ان الله سبحانه وتعالى كل واحد اعطاه السهوله في شي عباده اكثر من الاخرى. معلومه زوينه هذه. كيف كاين مثلا سبحان الله تلقايه تيصلي وتيسهل عليه النوافل والرواتب وقيام الليل وغادي وتيزيد في صلاته. عنده سهوله مع الصلاه. هو هذاك الباب اللي ربي عطاه. سبحان. كاين واحد اخر غيلقى سهوله في عباده واحده اخرى في القران. كاين اللي عنده سهوله في الذكر، تلقاه هو جالس تيجمع مع الناس وتسابح في جده ولا بلا تسابح تيذكر، هي تيسكت من هذا تيذكر يذكر. سبحان الله ديك الباب عنده سهل، لسانه ولا رطب بذكر الله، تعود. وربما الله اعلم على حسب تلقى الشيخ انا شتها بصح. كاين وانا تنشوف ناس بصح تلقاي شي ناس بصح تشوفي عندهم سهوله في الصلاه، انه يزيد في الصلاه في النوافل وداكشي عنده سهله. واحد اخر لا بصح في الذكر، سبحان الله. واحد اخر لا في القران، انا في القران لا عنده ديك السهوله اللي تشوف. واحد اخر في الصيام ما عندوش في الصلاه يصلي هي الفرائض، ربما يصلي شي نوافل قليله، مي الصيام تيصوم بزاف.
تيصوم بزاف نفتح له عنده السهوله في ديك الباب هذيك. سبحان ولهذا الانسان شوف داك النيه باغي يبدا في طريقه مع الله، اي دير اللي قدر الله عليه هو مع الوقت منين غادي يبدا يبغي المجالات ديال العباده كلها، العبادات كلها يشوف هو مع الوقت غادي يعرف يشوف اين وحده اللي غادي هو يبدا عنده فيها. واحد ماشي يبدا سبحان الله سهله عليه وعلى قلبه وعلى انه يديرها ديما، ماشي اللي خاصو تحفيز ولا شنو سمعت ديك المره وخصني نديرها تلقاه كاين سهوله. فهمتي؟ فهمتك. هذه المهمه سمعتها وانما في ارض الواقع شفتها حقا تتحقق. سبحان الله. ولهذا يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك بصح كل واحد عنده سهوله في المساله. اذا دابا شفنا الصلاه اييه شنو هي الطريقه الثانيه او السيده غزلان اللي غادي تخلي العلاقه ديالي مع ربي سبحانه وتعالى مقاده وميسره ومحسنه؟ والدعم داك الاولى والدعم الاولى. نقولوا مثلا ان الاولى كاينه قلنا على حسب النيات تاخذ وقت، وانما ما نخليش وشوف ماشي غير في العباده سبحان الله، لا في التعلم شي حاجه ولا منين تعلم شي حاجه لاول مره ما تخليش حتى تضبطها 100%. بدا فيها وزيد عليها معلومات جداد وتطبيق وداك الشيء، وخلي الاخرى غادي تدير بلاصتها والاخرى تبعها، وعلى ما الاخرى بدات في الطريق ديالها تزيد حاجه ثالثه وانت غادي باش يكون عندك اكبر عدد ديال المعلومات. يعني الاولى هي درتيها وما تضبطاتش نزيدوا للثانيه، هي الاولى راها كتضبط والثانيه هي كتخاد، الثالثه كتخاد. الاولى راه بدات غاديه في الطريق 100%. فهمتي؟ واخا الله يستغنى نكونوا واحد النهار 100%. ان شاء الله ان شاء الله. شوف ان شاء الله كلشي عند الله قريب والله سبحانه وتعالى مادام عطانا هذا الشيء الا وحنا قادين عليه، راه ما غيعطيناش شي حاجه حنا ما قادين فيها. تبارك الله عليك. ان شاء الله الله يوفقنا. اللهم امين. اللهم امين يا ربي. دابا نجيو على المساله الثانيه. انا بالنسبه لي ما يمكنش نكون صلاه بلا قران. طبيعي الحال اصلا حنا كنصليو بالقران. اكزاكت. غلبتيني المره الثانيه. الله يكرمك. تبارك الله عليك. الله يحفظك. ما يمكنش يكون ما كاينش قران. عرفتي هادو بجوج ما يمكنش تعزلي واحد على واحد. علاش قلتي ديجا تنقراو به من غير ان تنقراو به؟ كاين الله سبحانه وتعالى خصنا نبغيو اكثر من اي واحد. خصو هو لا المحبه ماشي التوكل. المحبه ان حب الله خصو يكون قبل من حب نفسك وقبل من حب اهلك واولادك وكل شيء. نقول لك واحد الحاجه استاذه غزلان، الله يشهد بان منين كتوصلي لهاد المرحله والايمان يزيد وينقص، منين كتوصلي لهاد المرحله ديال انك تتبغي الله اكثر من اي حاجه ما عمرك ما كيوقع لك ديك الصدمه. لا حيت الا حبيتي شي شخص احتمال انه يموت. بالتالي غادي توقع لك صدمه كبيره. يعني احتمال ان داك الشخص يتحيد. حبيتي راسك اكثر من القياس، احتمال انا في واحد الوقت غتكوني مديبريميا ديال يعني ما غتبقايش تتحبي راسك بنفسك. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما عمرها ما غتحيد وما عمرها ما غتخدلك وما عمرها ما غتمشي لك هو الله. وديك الشيء علاش ربي سبحانه وتعالى قال لك خصنا نحبوه هو الاول. لان الا كان ديك الحب والتعلق به هو الاول مرة ما يوقعناش شوك. وهذا راه موضوع بوحدو. المحبه حدود المحبه مع الناس شنو هو؟ هذا راه موضوع اخر. ان شاء الله من بعد قيدي ولا جيبيه ان شاء الله دايرينه في البروغرام ان شاء الله غادي ان شاء الله. غير هو لك الله سبحانه وتعالى هو اعز محبوب عندك. نعم. الوغ خصك مثلا نقول انا عزيزه عليك وانت عزيزه عليا، دونك تبغي تهضري معايا ونهضر معاك. كاينه ولا لا؟ ولكن كاين وقيتات ما يمكنلكيش تهضري معايا وما يمكنليش نهضر معاك. عكس الله وانما المهم اون جينيرال تبغي نهضر معاك وتهضري معايا. دابا هاد العلاقه ديال المحبه بالله حتى انا نبغي نهضر معاه ويهضر معايا. اكيد. فين نهضر معاه؟ في الصلاه. في الصلاه. وفين يهضر معايا؟ في الصلاه. لا في اي وقت. في القران. ماشي كلام الله. نعم هو كله ميساجات. هو كله كلام موجه لينا حنا. هذا كلام الله. هو قالوا لي هكا قالوا لينا. اذا انا منين نبغي ربي يهضر معايا نمشي للقران. ولا كنت باغي ربي ولا كنت باغا نهضر معاه نمشي نصلي. لان غادي نقرا في الصلاه. كاين الفتره اللي تنقرا فيها كلام الله. ربي شنو قال لي في الوقوف؟
فهمتي؟ نعم. مع الفاتحه والصور. ولكن ملي تتهبطي السجود والشيء الاخر كله تتمجدي الله وتسبحيه وتكبري به وهذا وتحمديه وتشكريه. نعم. وانما كاين واحد الفتره زوين. قلب الصلاه اللي هي الغزاله هي السجود، كتكون فيها واحد الراحه بوحدها. لا عطيناها حقها. نعم. وهذا الشيء اللي غادي نوصلوا لاننا نصليو الصلاه بطريقه صحيحه. نعم. اللي غادي نحبوا اننا نهضروا مع الله غادي نعطيوه حقه، بالتالي غادي نوصلوا ديك الخشوع اللي كنقلبوا عليه. هو هذا نهضر مع ربي. نهضر مع ربي. وتا بالنسبه احنا دابا في التزكيه، ديما في موضوع التزكيه، ان الانسان لا بغى يصلح من نفسه. كان واحد الحديث مهم خصني تيكون هكا واجد قدامي نقراه. من المهم عموما الفكره شنو هي؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم جا شي واحد شكالو من شي حاجه في نفسه، قال له اعني على نفسك بكثره السجود. يعني شنو معناتها؟ دابا حنا شوف الهدف من التزكيه، انا باغي نصلح راسي، راه ما نصلحش الا لو انني دقت المعنى ديال الايات ولا الاحاديث، دقتهم فهمتهم، راني غادي في الاصلاح وفي التزكيه. كنت هي تنحفظ ولا هي المهم داك الحديث انا عرفته ديالنا كما قلت لك، ولا بحال الشهوه ديال جمع المعلومات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعني على نفسك بكثره السجود. اجي نحلو حنايا نحلو هذا الحديث هذا، القوا بان اذا نفسك لا بغيتي تعاوني عليها خصك تطولي في السجود. وداك السجود منين تعاودي تطولي فيه خصو وقته، واخا هو هذا راه موضوع اخر صافي سجليه تا وزيد. باش قلت لك انا راكي تتعاونيني دابا فاننا نبقى في موضوع، لان الحمد لله كاين بزاف د النقاط اللي تقدر تساعدني. انا ما بغاش كلشي دقه واحده، لا باغا انا تعجبني التدرج وخطوه بخطوه، وتا اللي سمعنا يجي ساهل انه ما نكثروش عليه. دابا قلنا على الصلاه والراحه، من بعد نجيو مع الهضره غادي نلقاو ان الحمد لله كاين كيفاش دقه تستفدي من ديك الصلاه. نبقاو في كلام الله في القران. الخطوه الثانيه، دابا انا مازال تنصلي، عرفتها بعدا غادي تريحني، مازال ما عرفتش نديبط في كل الركوع في السجود شنو هو بالضبط ديال نوصل ديك الاحساس بالخشوع انني نحس بداك الراحه. وهذا في نفس الوقت نقبط القران ديالي. والقران انا نقول لك من دابا ما تقوليش نقرا كلام الله، ايوا نقراه صفحه جوج، راه نفس اللي نقول في السجود نقوله في القران. كل ما طولتي غادي تذوقي. قريتي قليل على حساب نتينا شحال كنتي بعيده. كنتي بعيده مده طويله وانتي ما عندكش داك الارتباط بالقران بزاف، نهار جيت تقرايه اختك مده طويله عاوتاني باش يبدا ياثر فيك بزاف. وانما لا بديتي ديري له واحد توقيت خاص وبشكل مستمر ويكون واحد الوقت محترم. مثلا هو راه اقل ما يكون راه خصنا نختموا القران مره في الشهر. حنا كنديروها في رمضان. لا ما يمكنش، ما يمكن. اذا بغيتي تسمعي ربي شنو قال كيف رمضان شتي. وكيفاش تزكي نفسك وتمشي في طريق الله وتقولي ربي تنبغي وانت ما تقريش. دابا انت اللي جبت لك مثلا واحد الرساله وقلت لك شوفي هذه الرساله جاتك من الملك ديالنا محمد السادس، كي غادي تقبطي ديك البريه غادي نفرح بها وندير لها واحد القيمه. نقول لك لكم شوف هذه ديالك ولك معاه فيها كيخبيها في تيغوار، راه ليك كتب لك شي حاجه تما ليك، ولكن ما يخبيها في شي مجرعه فيك ما تقريهاش دابا حتى رمضان. حتى رمضان عاد حليها. انتينا كي غادي تلقاي مشوقه فوقاش نحلها نقراها. علاش؟ حيت باغا نعرف شنو فيها. علاش؟ شنو تشوفي فيها كاع؟ شنو كتشوفي فيها؟ شنو مكتوب لي؟ شنو كتب لك الملك؟ نعم. حيت عندك كمان الحمد لله الملك ديالنا عندنا في واحد المعزه. نعم. كما قلتي الله ينصرو ويأيدو باللي يصلح به الامه الاسلاميه كلها. دونك متشوقه تعرفي شنو قال لك انتينا كوحده من المواطنين. ايوا كلام الله. فما بالك بملك الملوك. عرفتي استاذه غزال هذه واحد القضيه كنديرها شحال مره كنلاحظ مثلا شي واحد تيبغي يمشي يصلي تيقول تيلبس غير اللي كان
فهمتي. لكن انا الحمد لله عندي هذه الفكره، تنقول لا دائما هذه الفكره المهم تتوقف قدامي. نعم. انا لو كنت غادا وقالوا لي اجي دابا غادي تمشي عندك لقاء مع الملك، نعم غنلبس احسن ما عندي، احسن ما عندنا. وملي كنكون غادا صلاه تنقول لي انا دابا غادا عند ملك الملوك. شتي هاد النهار ما تقدروش نخرجوا الصلاه من الموضوع. آه. الوغ الصلاه كانت الموضوع مرتبطين بزاف. المهم راه بزاف ما يتقال في الصلاه باش قلنا من بعد ضروري مره غادي نرجعوا هي باش ما نكتبوش عليهم. دونك الصلاه وزنا القران دابا صافي. اذا القران غادي نحاول حتى هو نحطوه في البروغرام ديالي، انا بغيت نزكي نفسي نصلح راسي خصني ضروري من القران. القليله راها ختمه في الشهر، ولكن ملي كان الموتور ميت كاع باش نديباريو حزب في النهار ولا لا ما قل. غير هو من عاوتاني حتى القران باش توصلي ديك الحلاوه وانت تقراي خصك تكتري. وحاجه واحده اخرى كنظن استاذه رضا، اسمحي لي كندخلك في الموضوع ديالك. لا شكرا الله يبارك فيك. انا كنشوف القران غادي نحبو اكثر ويحبني اكثر وندوق ديك الحلاوه اللي انت باغا توصليها لنا الا كان فيها الفهم. راه ملي تنفهم واحد الايه كنحس بها كتجرني ليها. وجوستومون دابا جوستومون هادشي اللي قلت، يعني دابا في الصلاه احنا هضرنا راه الصلاه خصها تكون، ولكن ديك الاجزاء اللي خصنا نزيدو في المعلومات باش نكملوا الصوره الكامله الصلاه الصحيحه واقامه الصلاه غتجي بتدرج. كذلك القران حتى هو ان شاء الله يجي. ها الفكره عامه كما لو ان اليوم طرحنا فكره عامه كاين خص القران، اما كيفاش وشنو باش نوصل فيه الحلاوه هذيك عاوتاني خصو مع الوقت ان شاء الله. ان شاء الله. وحاجه عاوتاني نزيد نضيفها الله يكرمك. منين قريت القواعد فهمتك شنو بغيتي تقولي على التجويد وداكشي، وتا هادشي داخل مع اللي قلت لك. خصك تكوني معايا صبوره. عرفتي علاش؟ لان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيروا بسير ضعفائكم. حنا انا ما بغاش نوجه القناه الملتزمين ولا الناس ما شاء الله ضاربين واحد الخطوات في الطريق. انا باغي اللي مازال ما بداش يبدا معنا ان شاء الله. فهمتي، سواء صغار كبار شباب يبداو معنا بشويه. وهذه النفس البشريه الا كثرتي عليها تطلق كل شيء. احنا غير شويه بشويه نتمنى ربي يرزقنا معهم قبول، يبغيو هضرتنا يبغيو كلامنا يفهموا فين باغيين نوصلوا ويديروا هي داكشي القليل. انا بعدا هي الصلاه، انا الصلاه انا بعدا خديت الفكره انا نرتاح فيها، دونك غادي ندير مع اذا مازال ما ارتاحش شي حاجه هو غادي يبقى ديك اللي معانا تيتسائل. انا بغيتو يتسائل في الاول اذا انا ما ارتاحتش شنو كاين خصك تزيد تفهم علاش ما ارتاحيتيش. كذلك في القران غتوصل للحلاوه ديال انك تخشع وتنسى العالم. كيفاش مازال ما تخشعش، مازال ما قدرتش نطول في القران في القرايه علاش؟ دونك ربما شي حاجه في حياتك منها بزاف الامور قباحين ما نقولكش زولها في مره. شوف غير شويه ربي رحيم بينا وحنا نكونوا رحيم بالعباد. ما نقولوش انا قطع في مره داكشي اللي تدير. اي واحد راه تيسمعني دابا سواء بنيته وليد كبير صغير راجل كبير كاع من جدودنا جداتنا عماتنا خالاتنا عمامي خوالي نبغي رجال وعيال كلشي يفهم كلشي. لا من غير الفهم ما تحقروش من راسكم. انا ما تندير والو وانا قبيح. لا ما عرفناش شكون فيكم اللي ما تيدير دابا والو وغادي يبداو يسبقنا. ولهذا الرحمه بالعباد مزيانه. نمشيو غير باقل ما كاين وكوني شويه عندك الصبر معايا لان انا بلا تدرج ما نقدرش نهضر. فهمتي؟ دونك ان شاء الله بزاف ما يتقال من بعد. وبحال دابا هذا الفيديو طويل يسمحوا لنا. انا كنت نفضل يكون مثلا 10 دقائق هكذاك باش يجيهم سهل. مي ان شاء الله كل مره نطرحوا هي نقطه واحده. هي في الصلاه ان شاء الله مازال ما نجبدوا فيها، في القران مازال ما نجبدوا فيه، والخير يقدم ان شاء الله. وشكرا بزاف اختي صالحه. راكي فيك ما شاء الله واحد شعلة خير اللي باغا تجبدي الخير كله وفهمتك وكله خير. وانما نرحموا اللي مازال ما بدا. متفقه معاك بطبيعه الحال. بارك الله شكرا لك بزاف استاذه غزاله. بكل فرح. الله يكرمك. شكرا للمشاهدين ديالنا. شكرا بزاف اللي كانوا فريمون باقيين تيسمعونا وحتى لهذا الوقت هذا. نشكرهم بزاف وان شاء الله نتمنى يكون خير علينا وعليهم. ودائما الشعار ديالنا هو الحاجه اللي كتخرج من القلب
حتى توصل للقلب. وان شاء الله غادي نوصلوا لقلوبكم بالفيديو ديالنا ان شاء إن الله شاء الله يا بالمعلومات ربي. ديالنا إن شاء الله. ونطبقوها جميع. ونتمنى انا ان شاء الله اللي بدا داك الخطوات معانا يقولها لنا في لي كومونتير، تشجيع علينا ان عندنا اذان تسمع، هي تشجيع علينا. اما احنا مكملين إن شاء الله. قالوا ما قالوش، خلاو ما خلاو، وانما تفرحني انا إن شاء لو ان نعرفوا ناس خدينا بيديهم في خطوات قليله وغاديين معنا في الطريق. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. نتمنى داكشي اللي يكون تفاعل معنا. ان شاء الله. وهكا وصلنا للنهايه. نتلاقاو في حلقه واحده اخرى ان شاء الله. ونقول لهم يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.